السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ كي جي وان. النهاردة هنعمل العيش البلدي في الطاسة بطريقة سهلة وهتبقى حلوة ان شاء الله. انا عاملة هنا دقيق اسمر مع دقيق ابيض، كوبايتين من الدقيق الاسمر مع كوبايتين من الدقيق الابيض. وانتوا عارفين ان انا بستعمل دايما دقيق دوبيلا ده، الدقيق الاسمر، واللي الدقيق برضو حطيت منه كيس من الدقيق الابيض، بس كان اخر كوبايتين خلصوا. فده الدقيق الاسمر بتاع دوبيلا، وده بعتمد دايما الدقيق ده لانه كويس جدا. اول حاجه رشه ملح على الدقيق، نقلب مع بعض الدقيق الابيض مع الدقيق الاسمر، بيبقى صحي. عندي كوبايتين ميه تكون دافيه. هنحط معلقه صغيره سكر. لو عندك خميره فوريه حطي كيس اللي هو الصغير. انا عندي خميره بيره بجيبها وبحطها في الفريزر دايما، ولما بعوز اعمل مخبوزات بعمل منها. احطها هنا في الميه، هسيبها لما تتفاعل وبعدين احطها على الدقيق. هنا بقى هنزل بالميه بتاعتي، هعجن بقى الدقيق. كملنا كده الدقيق، وهنجيب حاجة عشان نغطيها، وهتقعد 45 دقيقة. كده يا حبايبي العجينة بتاعتي خمرت معايا اهي. نقطعها بقى كور زي ما انت عايزة، ايه مقاس الرغيف. بصي العجينة بتلزق في ايدك بس على خفيف، انما لو لقيتيها بتلزق جامد هتزوديها شوية دقيق اسمر، لان انت عارفة ايه من دقيق لدقيق بيختلف. كده كور، عايزاه رغيف كبير عايزاه رغيف صغير زي ما انت ايه عايزة. طبعا بيتعمل بدقيق اسمر بيبقى صحي.
بصوا بقى يا حبايبي، بجيب الكورة بتاعتي بعد ما قطعتهم، اقفل كده من هنا عشان ايه، مش عايزة اي خروم، عشان ايه الرغيف يتنفخ معاك ان شاء الله. كده نلم كده من تحت، نحاول نسد اي حاجة ممكن تطلع لنا خرم ولا حاجة. هنا طبعا انا هنا فردة دقيق اسمر، لو عندك ردة حطي، بس هي الدقيق الاسمر عليه ردة، فما حطيتش ردة، رشيت دقيق اسمر. نفرد كده من وسط لبره. تلاقيه بيلزق، ترش شوية ايه دقيق اسمر. ممكن كل كام يوم تعملي كده شوية ترغيفة ويبردوا وتحطيهم في الفريزر، وعيش صحي وانت اللي عاملاه بايديك. حط هنا عالصاج، وبعد ما اخلصهم هسيبهم ايه يرتاحوا 15 دقيقة، وبعدين اخبزهم على الطاسة على البوتاجاز. هنا بقى حبايبي عندي الطاسة سخنت كويس، واحط اول رغيف. بسم الله. لما يطلع فقافيق كده هبقى اقلبه الناحية التانية. اهو ابتدى ايه نطلع فقافيق. هو العيش اهو بينتفخ معايا اهو ما شاء الله. اهو هشيله واجيب ايه واحد تاني، وهنضف مطرح كل ما اجي اعمل رغيف، انضف مطرح الردة عشان ايه ما تشدش في الطاسة. حط كمان رغيف. بنبدأ بأول رغيف اللي احنا فردنا، أول رغيف فردناه نبدأ بيه الخبز. واحنا نضفنا الطاسة كل رغيف ننضف الطاسة بالفرشة السيليكون عشان الردة ما تتحرقش وتعمل شياط. هيبتدي يقبقب اهو. اول ما يبتدي يعمل نطلع بقى ليه كده نقلبه الناحية التانية.
اهو ابتدى يقل. اللي معايا اهو رغيف قلب. كده يا حبايبي العيش بتاعي خلص معايا. شوفي جماله وحلاوته، بصي اهو، شوفي طاري ازاي، ما شاء الله عليه. نفتح السخن لسه اهو، شايفه قلبه عامل ازاي، جميل جدا وطري. تعمليه بقى ان شاء الله قبل رمضان للسحور، هيبقى جميل جدا، وحاجة عاملاها في البيت. ممكن تعملي كمية، يعني مثلا كيلو او 2 كيلو، ويبردوا وتشيليهم في الفريزر. منين ما تعوزي تاكلي عيش بتطلعيه، حاجة معمولة بايديكي، وعيش صحي معمول بدقيق اسمر مع دقيق ابيض. اتبعي الخطوات وان شاء الله يطلع زي ما انا عملته كده. واي سؤال او اي استفسار بالنسبه للعيش اكتبولي وانا هرد عليكم في الكومنتات. ويا رب يكون فيديو العيش الصحي البيتي عجبكم. لو كان عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل الجرس. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا من داخل مصر وخارج مصر، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.